سبق له أن صعد منبرا فخطب الجمعة يرفع يده. طيب أنزلوها. من منكم لم يصعد منبرا من قبل، يعني لم يصعد منبرا من قبل ولم يخطب جمعة، يرفع يده. الذين لم نيفر. كويس، ممتاز. تدرون، ارفعوا مرة ثانية. الذين لم يصعدوا منبرا من قبل يرفعوا أيديهم. ارفع أنت، قبل شوي رفعت. الأخ ما اسمك اللي يلبس ثوب بني؟ أنت اللي من غير إيه؟ محمد صالح. تعال. عندكم ميكروفون ثاني يا شيخ زكي؟ تعال وقف جنبي. كيف حالك محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب أنت تفهم عربي جيد؟ نعم، أنا من اليمن. من اليمن، ما شاء الله، أهل الأمن والإيمان. أمسك الميكروفون. أريدك أن تلقي عليهم خطبة تتحدث عن بر الوالدين. والله يا شيخ. تعال وقف هنا، وقف على الكرسي حتى يروك كلهم، بس أنت بلا تفصل تدري. خذ هذا. ها، لا يهمك، لا يهمك. خل هذا من هنا عشان إذا طحت تطيح على هذا. أيوة كذا حلو. وقف بعدين نتفاهم. توكل على الله. أي، نريد خطبة قوية عن بر الوالدين. يمكن بعضهم ما يبر والديه فنريده يبكي وكذا ويقع. بسم الله، الحمد لله. بسم الله. ما اشتغل يعني. وقف، شكلك طفيتها أنت. أنت طفيتها أنت. والله ما في والله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا من يعني أنت قدوتي في الإسلام يا شيخ، وما عندي. هو يريد يخرج أنت قدوتي في الإسلام. ما لها دخل قدوة الإسلام يا مش محمد. إني أنتقد ولا حاجة، بس لا أنا فاهمك. جيت اليوم يعني باليمن أو أجيت بقطر، بس ما لحقت خطبتك يوم رمضان. فاليوم حبيت وقمت الصباح كله عشان أجي والتقي فيك يا شيخ. لا خليك فوق. ولا يهمك. اسمع، أريدك تعطينا كلمة عن بر الوالدين والله لمدة كذا يعني ساعة ونص. أوصى بالوالدين الرسول عليه. لا خطبة، ما في سواليف كذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كذا. والله ما يعني الخبرة يا أستاذ يعني. طيب بارك الله فيك. طبعا ما شاء الله عليه. هو كونه محمد، اسمك؟ محمد صالح. محمد، كونه يقف ولا يرتجف، أنا أعتبر هذه بطولة، لأني سبق قدمت دورات وجاء أشخاص وقفوا مثل وقفته ثم قال معليش يا شيخ أنا ما أقدر، اسمح لي ما أقدر يا شيخ، ما كذا. في ناس فعلوا. هو لا، هو عادي يتحدث عادي، بس يقول أنا ما خطبت من قبل فكيف أخطب. ولا ما شاء الله في ثقة جيدة في النفس. إن شاء الله نزوجك، احنا الجائزة زواج كل واحد. شكرا. بارك الله فيك يا محمد. طيب طيب تعال ما خلصنا. تعال، نسيت أسألك سؤال. تعال، ما الذي محمد لما قلت لك تعال ألقي الكلمة، إيش اللي وقع في قلبك؟ وأعطني مشاعرك يعني، your feeling.